كنت مرة رايح أجيب حاجة، وأول ما خرجت من باب الأوضة قلت إيه ده؟ هو أنا رايح أجيب إيه؟ هو أنا كل شوية أنسى؟ فلقيت إن الموضوع بسيط، واكتشفت إن ده تأثير علمي اسمه دورواي إفكت. بمعنى إن كان في دراسة في جامعة نوتردام في أمريكا بتحكي عن الموضوع ده، والدراسة دي كانت عبارة إن كان في باحث اسمه جبرائيل رادفانسكي عمل تجربة غريبة جدا. جاب مجموعة من المتطوعين وخلاهم يدخلوا في بيئة 3D ويختاروا حاجات من الأوضة اللي هم فيها ويعدوا بيها من الباب للأوضة التانية. ولما سأل كل واحد فيهم قال له أنت كنت شايل إيه؟ لأن أغلب الناس نسيت أصلا هم كانوا بيعملوا إيه. وده كان سببه أنت لما تيجي تعدي من الباب مخك بيقفل الملف أو الحدث اللي أنت كنت فيه وبيفتح صفحة جديدة للمكان الجديد، كأن كل أوضة بالنسبة له حدث منفصل. طب والحل؟ في نفس البحث لقوا إن اللي بيقول بصوت عالي قبل ما يتحرك زي أنا رايح أجيب المفتاح أو بيرسم الصورة في خياله كان معدل النسيان عنده أقل بكتير. يعني الحل العلمي ببساطة ثبت نيتك قبل ما تتحرك، قولها أو تخيلها أو اكتبها بسرعة. لو عايز تعرف أكتر عن أسرار المخ والتفكير اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد.